السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حسين علي، والفيديو ده إن شاء الله هنتكلم فيه عن تول مهمة جدا لأي حد بيشتغل باليو كود، ألا وهي موقع يو كود أبلايد. طيب في البداية كده بس محتاجين نعرف إن اليو كود بيتكون من مجموعة أجزاء. أول جزء هو البيزس أوف ستراكشرال ديزاين، بعد كده مجموعة أجزاء من أول يو كود 1 لغاية يو كود 9. يو كود 1 خاص بالأكشنز والستراكشرز اللي هي الأحمال، بعد كده يو كود 2 خاص بالكونكريت ستراكشرز أو المنشآت الخرسانية، يو كود 3 خاص بالستيل ستراكشرز، يو كود 4 خاص بالكومبوزيت ستراكشرز، 5 خاص بالتمبر ستراكشرز أو المنشآت الخشبية، يو كود 6 خاص بالماسونري ستراكشرز، يو كود 7 خاص بالجيوتكنيكال ديزاين، يو كود 8 خاص بال earthquake resistance of structures، يو كود 9 خاص بالديزاين of aluminum structures. طيب موقع يو كود ابلايد بيهتم بأنهي أجزاء من أجزاء اليو كود؟ موقع يو كود ابلايد خاص بأربع أجزاء فقط لغاية دلوقتي، هما يو كود 1 الخاص بالأحمال، يو كود 2 الخاص بالخرسانة، يو كود 3 الخاص بالستيل، وأخيرا يو كود 8 الخاص بالسايزميك ديزاين أو earthquake design of structures. نرجع تاني للموقع، هتلاقي هنا أول حاجة قدامك الموقع حاطط لك الأجزاء اللي هو مختص بيها من اليو كود: يو كود 1، يو كود 2، يو كود 3، يو كود 8. لو نزلت تحت شوية هتلاقي هنا زي توتوريال بسيط كده بيقول لك هو الموقع ده استخدمه ازاي وتعمل بيه ايه بالظبط. بعد كده تحت هنا هتلاقي بيقول لك الفيتشرز الموجودة في الموقع وايه هي الاستفادة اللي هتعود عليك من ان انت تستخدمه. اول حاجة مثلا ان هو فري، هو مجاني تماما. ريلايبل، تقدر تعتمد عليه في الحسابات بتاعتك. ايزي تو يوز، هو سهل جدا في الاستخدام، انت مجرد بس بتدخل الداتا المطلوبة منك وبتدوس كالكوليت وهو بيطلع لك كالكوليشن شيت محترمة جدا. اخيرا برينتابل، انت بتقدر تطبع الكالكوليشن شيت اللي بتطلع لك منه وتستخدمها في الكالكوليشن ريبورت بتاعك اللي هتقدمه في الاخر، وبتبقى يعني هي مفصلة وكويسة جدا وشكلها كويس ان هي تتقدم يعني. طيب لو جينا رجعنا هنا كده هتبص فوق هتلاقي حاجة اسمها ال NDBS أو ال Nationally Determined Parameters، ودي بتختارها على حسب ال National Annex اللي انت بتشتغل بيه، وبيكون على حسب الدولة طبعا. طيب احنا خلينا هنا مثلا في الديفولت، وهنبتدي ناخد مثال من كل حاجة من دول بحيث نعرف انت هتستخدمها ازاي، وبعد كده انت طبعا هتتعمق اكتر في السايت بحيث ان انت تشوف ايه اللي انت محتاجه في شغلك وتقدر تستخدمه على الاساس ده. مثلا يو كود 1 هو اتفقنا ان هو خاص بالاحمال، هتلاقي هنا بيكلمك عن mainly احمال الرياح. في البداية هنا مثلا هتلاقي بيقول لك ان هو يقدر يحسب لك الويند بيك فيلوسيتي بريشر، ويقدر يحسبها لك برضو بناء على اليو كي ناشونال انكس. بعد كده بيحسب لك البريشر كوفيشنت على حسب بقى لو انت عايز تحسب الرياح عندك على مبنى، فيبتدي يحسبها لك على السايد وولز، على الروفز، على الكانوبيز وهكذا. مثلا ممكن ناخد مثال سريع من الكاتيجوري الاولاني او الجروب الاولاني دوت. ممكن ناخد مثلا الويند لود اون بيلدينج سايد وولز. مجرد ما ندوس عليه هتلاقي الصفحه ديت فتحت لنا. هتلاقي بكل بساطة بقى عندك هنا هتدخل البارامترز المطلوبة منك، يعني هتلاقي هنا مثلا الترين كاتيجوري، البيزك ويند فيلوسيتي. انا هسيب الحاجة داخلة زي ما هي، انت بعد كده طبعا هتدخل الحاجة دي طبقا للمتطلبات اللي عندك في المشروع. بعد كده هتلاقي ابعاد المبنى، طول وعرض وارتفاع، السايز اوف لودد اريا، بعد كده الزد اي فاكتور، المينيمم فاليو اوف انترنال بريشر كوفيشنت والماكسيمم فاليو اوف انترنال بريشر كوفيشنت. هتلاقي برضو هو هنا مديلك ريفرنس لكل الحاجات ديت بحيث ان انت لو عايز تدخل تجيبها من الكود او عايز تقرا عنها اكتر هتدخل طبعا تشوف هو بيقول لك ان كان الحاجات دي موجودة في صفحات كام او في جداول رقم كام بالظبط جوه الكود يعني. فانت مجرد ما تدخل البارامترز ديت هتدوس كالكوليت، هتلاقي هنا بيقول لك ان الكالكوليت فينيش يعني. بعد كده هتلاقي هنا حاسب لك الويند بريشر في كل زون من الزونز الخاصة بالمبنى. هتلاقي في سكتش مرسوم كده بيقول لك الزونز اصلا عبارة عن ايه من اول A لغاية E، من زون A لغاية زون E. هتلاقي بقى كل زون بيقول لك عليها الويند بريشر فيها قد ايه.
لو في زون طبعا مش متحققة بناء على أبعاد المبنى هتلاقيه كاتب لك جنبيها not applicable. لو نزلت تحت بقى هتلاقي حسابات تفصيلية لحسابات الرياح، ممكن تقراها وهتلاقيها كاتبها لك بالايكويشن، هتلاقيها منظمة جدا وسهلة جدا. فانت لو في اصلا مشكلة مثلا معاك حتى في فهم اليورو كود، ممكن تقرا الشرح ده وتطبق معاها من الكود، فهتلاقي الدنيا بقت بسيطة وسلسة جدا 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 يعني. طيب انا عندي ريبورت دلوقتي محترم جدا، عايز ابتدي اطبعه علشان احطه في الكالكوليشن بتاعتي. هطلع من فوق هنا واقول له برنت بي دي اف. هتلاقيه بيقول لك مثلا دخل اسم المشروع، السبجكت، الديزاينر، الديت، التاريخ بتاعك. ممكن هنا تقول لي يوز كارنت ديت، هيحط لك تاريخ اليوم اللي انت عملت فيه البروجكت دوت. وهتدوس برنت. هتلاقي هنا طلع لك البرنت اوت اللي انت هتاخده تحطه في الكالكوليشن ريبورت بتاعك، عبارة عن يعني دوكيومنت منظمة جدا 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 ووافية جدا في الحسابات بتاعتها. مجرد ما هتدوس برنت وتسيفها على الجهاز عندك كده بقى عندك دوكيومنت بي دي اف تاخدها تستخدمها، ومفيش اي مشكلة في حاجة زي كده. هندوس كانسل. بعد كده هندخل على اليو كود 2، وده الخاص بالديزاين اوف كونكريت ستراكشرز. هتلاقي فيه مجموعة كاتيجوريز برضو. أول واحد هو الماتيريالز، هتلاقيه بيقول لك فيه أو بيكلمك فيه عن الكونكريت كريك كوفيشنت اند شرينكج سترين، والتيبل اوف كونكريت ديزاين بروبرتيز. بعد كده الديورابيلتي بيكلمك فيها عن الكونكريت كفر الخاص بالخرسانة وحساباته. بعد كده الالتيميت ليميت ستيت ديزاين اوف بيندنج اند اكسيال، وهتلاقي فيه ان هو بيصمم لك القطاعات الدائرية الخرسانية. بعد كده الشير ديزاين، وده بيشيك على الهوريزونتال شير ما بين سطحين من الخرسانة لو عندك فيه فرق في وقت صبهم، وده في الغالب بتستخدمه مع الكومبوزيت سيكشنز. بعد كده الديتيلنج هتلاقيه بيكلمك عن التيبل اوف رينفورسمنت، الانكورج لينس اند لاب لينس، واخيرا جداول التسليح بالنسبة للاريا والويت بتاعة كل بار على حدة. طيب ممكن ناخد برضو مثال من هنا. لو جيت بصيت مثلا على الديورابيلتي، لو جيت بصيت هنا هتلاقيه بيكلمك على الكونكريت كفر زي ما اتفقنا. هندوس عليها، هتلاقي هنا فتح لك الصفحه ديت. هتلاقي برضو مجموعه من البارامترز اللي انت بتدخلها، زي مثلا هنا الكونكريت سترينث، التايب اوف رينفورسمنت ان كان رينفورسمنت بار ولا بوست تنشن تندون او ستراند، ايا كان نوع التسليح اللي عندك. بعد كده الماكسيمم دايمتر اللي هتستخدمه، وبعد كده في الانفايرمنت اكسبوجر كلاس. هتلاقي في جدول هنا شارح لك فيه ايه هي الكلاسز الموجوده، فانت بتشوف انهي واحد ابليكابل على الكيس بتاعتك وبتستخدمه. بعد كده هنا برضو في مجموعه بارامترز ثانيه بتتعامل معاها. مجرد ما تنزل تحت هنا وتدوس كالكوليت هتلاقيه بيقول لك فينيشد، والكفر اللي انت محتاجه بيساوي 40 مللي. لو نزلت تحت هنا برضو هتلاقي نفس الريبورت او شبيه طبعا بريبورت الويند اللي احنا شفناه قبل كده بنفس طريقه الحسابات، ان هو بيحسب لك كل بوينت وبيدي لك الريفرنس بتاعها بحيث ان انت تقدر ترجع لها. ونفس الطريقه برضو في الطباعه بتبتدي تطبع من فوق من هنا كده، مفيش اي مشكله خالص. بعد كده هندخل على اليو كود 3 من هنا، وده الخاص بالديزاين اوف ستيل ستراكشرز. هتلاقي اول كاتيجوري هنا بيكلمك عن الماتيريالز والكروس سكشنز، الماتيريال الخاصه بالحديد وجداول القطاعات المختلفه والمسامير المتوفره بخواصها المختلفه وهكذا. طيب بعد كده تحت الديزاين هتلاقي هنا الديزاين اوف ستيل ممبر بيم كولوم بالنسبه للاي سكشن والاتش سكشنز وهكذا. بعد كده تحت بيحسب لك الكريتيكال مومنت في lateral torsional buckling برضه الاي سيكشنز والاتش سيكشنز. ممكن ناخد مثلا المثال بتاع ال ultimate limited state design بالنسبة للاي سيكشن والاتش سيكشن. هندخل عليه، هتلاقي هنا بيقول لك الماتيريال الكروس سيكشن اللي انت عايز تشيك عليه، بعد كده السيكشن كلاس، ثم هتلاقي تحت هنا الطول بتاع الممبر، الاكسيال فورس الموجوده عندك، الشير الفي واي والفي زد، الماينر والميجر. بعد كده تحت هنا هتلاقي البندنج مومنت ام واي وام زد. دي كلها طبعا بتدخلها طبقا للي موجود عندك او الممبر اللي انت عايز تشيك عليه. بعد كده هتلاقي هنا الباكلينج فاكتورز المختلفه سواء في الميجر دايركشن او الماينر دايركشن. ثم تحت هنا هتلاقي الناشونالي ديفايند بارامترز اللي اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا ان هي بتعتمد على الناشونال انكس. يعني مثلا انا لو جيت من هنا بدل ما هي ديفولت خليتها مثلا بلجيكا،
هتلاقي مثلا هنا القيم دي اختلفت، خليتها مثلا بلغاريا، هتلاقي هنا القيم دي اختلفت برضو. فدي طبقا للناشونال انكس او الدولة اللي انت شغال فيها. هنرجع تاني نخليها ديفولت، هننزل تحت هنا هتدوس كالكوليت، هتلاقيه بيقول لك ان ال utilization factor او ال demand over capacity ratio بتساوي 0.763، فالقطاع ده اوكي. ال section class 1 ده احنا كنا سايبينها اوتو، فهو بيبتدي يعرفها ويقول لك نوع ال section class بتاعك ايه. بعد كده ال web shear buckling قال لك ان هنا الدنيا اوكي برضه مفيش مشكله. هتبتدي تنزل تحت هنا زي ما اتفقنا، هتلاقي ريبورت عظيم جدا. انا منبهر بصراحه بالريبورت اللي بيطلعه دوت. يعني انت فعلا ممكن تمشي وراه ستيب باي ستيب وتفهم هو عمل ايه والدنيا عامله ايه بالظبط وهو مشي ازاي خطوه بخطوه. فالموضوع بسيط جدا وسهل جدا فعلا يعني. نبتدي نطلع فوق لغاية ما نلاقي برضو الصفحة هنا. لو عايز تعمل برنت هتدوس برنت من هنا وتاخد نفس الدوكيومنت دي تحطها عندك في الكالكوليشن شيت بتاعتك، مفيش أي مشكلة. بعد كده هندخل على اليو كود 8 ودوت الخاص بأحمال الزلازل. هتلاقيه مقسمهم هنا لتلات كاتيجوريز رئيسية. أول واحد خاص بالبيلدينج، والتاني خاص بالبريدجز، والتالت خاص بالفاونديشنز اند ريتيننج ستراكشرز. ممكن ناخد مثال سريع من هنا، انا مش حابب ادخل في تفاصيل قوي علشان بس الفيديو ما يبقاش طويل قوي. وبعد كده حضرتك هتقدر طبعا تشوف انهي بالظبط التول اللي انت ممكن تستخدمه هنا في شغلك طبقا لمتطلبات شغلك وطبقا اللي انت محتاجه. طيب ممكن نيجي مثلا هنا نشوف ال approximate estimation of building fundamental period. هتلاقي هنا بيقول لك دخل لي ارتفاع المبنى ودخل لي التايب اوف earthquake resistance system، كان مثلا moment resistance base concrete frame او steel frame، ايا كان نوع السيستم اللي عندك المقاوم لاحمال الزلازل. انا هسيبها زي ما هي وهدوس calculate. هتلاقيه بيقول لك هنا ال T1 بتاعتك بتساوي 0.57 سكند. وبكده نكون اخدنا اوفر فيو سريع عن موقع يو كود ابلايد، وازاي ان هي تول فعلا مفيده جدا لاي حد بيشتغل باليو كود. انت تقدر تستخدمها في شغلك وتطلع منها اوتبوت محترم جدا. وبكده يكون الفيديو خلص، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.